فريق سلا المغربي الوطني المغربي ايضا. إذا النشيد الوطني المغربي بعد النشيد الوطني اللبناني، الكل حاضر، جماهير مغربية، جماهير لبنانية، جماهير مغربية، جماهير لبنانية حاضرين، كبار الشخصيات، كبار الحضور عم بيحضروا. وأنا أشرف سمارة مشاهدي الكرام عم بجدد التحية بكم وبوعدكم بجيم باسكت بول على أعلى مستوى. راح نكون مع كل بوزيشن، مع كل هجمة، مع كل سلة، مع كل دفاع، مع كل هجوم بطبيعة الحال. الكوتش فؤاد بشارة بيعد اللاعبين، لكن يعد اللاعبين وبيعد طبعا البنش، لانه طبعا المراقب الدولي قاسم دعدوش والحكام الثلاثه هناك طبعا تعليمات يكون فقط الحاضرين على البنش بعدد معين. الحكم الدولي العماني احمد بلوشي موجود معه، الحكم الدولي سالم الزعابي، والحكم الدولي الاماراتي يعقوب غابش، صافره اماراتيه بكلاسيكو عربي للباسكت بول. سلا واحد من طبعا اصبح واحد من اقوى الفرق العربيه بالباسكت بول. بذكركم انه سلا بيلعب بدون لاعبين اجانب، بدون لاعبين اجانب، لاعبين مغاربه. نعم نادي سلا استعان بثلاث لاعبين من الانديه الثانيه ليشكل طبعا نواه المنتخب المغربي للصعد للاستحقاقات المقبله. جون بول عم بيبدا، مصطفى الخلفي بدفاع من رودريغال اليسبين، جوليان عزوح، ديسموند مع تيرل ستوكن. هي تشكيله الحكمه. هنا طبعا تشكيله سلا المغربي، عبد الرحيم نجاح اللي بينجح باول 2 بوينتس مع زويتا، مع مصطفى الخلفي، مع ياسين